صديقي العزيز، بصراحة حلقة مخيبة وحلقة محبطة، حلقة بلا روح بلا عزيمة. علشان ماتش بصراحة كان ماتش مؤسف جدا جدا جدا. ماتش مفيش كورة، مفيش روح، مفيش عزيمة، مفيش إصرار. لعيبة أشباح لاعبين موجودين على أرض الملعب. ما تعرفش مين بيلعب فين ومين بيعمل إيه ومين بيسوي إيه، ولا يعني عايز أتكلم تكتيك، ولكن تكتيك ايه وبتاع ايه يا جماعه؟ مفيش لا تكتيك ولا في روح ولا في اي حاجه خالص. نحس ان اللعيبه تايهه. اقسم بالله اللعيبه لو نازله كده معاش مدرب هتأدي. كفايه الجمهور اللي واقف ورا اللعيبه ده وعمال يشجعه من اول دقيقه. يعني دخل فيك جون في تالت دقيقه، يعني تالت دقيقه دخل فيك جون عشان خاطر الجمهور ده. من وقت ما دخل فيك جون وهو الجمهور بيساند وبيدعم وبيشحن الفرقه وبيشحذ الهمم، واللعيبه مش موجوده خالص على الاطلاق على ارض الملعب. لعيبه اشباه لاعبين. التيشيرت ده اقسم بالله لو نزل فاضي لا يلعب. اقسم بالله التيشيرت ده لو نازل فاضي لا يلعب لوحده. انا لو خدت مجموعه من اصحابي في وسط الجمهور اللي هو بيآزر وبيدعم الفرقه دي كلها، اقسم بالله نطلع كسبانين. مش هنطلع بالشكل المخيب ده، مش هنطلع بالشكل الزباله ده. مش هقول لك كسبانين او خسرانين، ولكن اقل ما فيها الناس هتموت نفسها في الملعب، هتلعب برجوله في الملعب، هيبقى في عزيمه، في اصرار، هيبقى في التيشيرت الاحمر. التيشيرت الاحمر ده يا جماعه له حاجه قسما بالله مخيبه، وحاجه يعني انا ما كنتش متخيل ان الاهلي يطلع بالمنظر ده. كنت اتخيل حتى في ظل ان المدير الفني ده مش موجود اصلا، يعني يعتبره مش معانا خالص. كنت بقول ممكن الماتش يطلع تعادل، الاهلي هيلعب كوره، هيستحوذ، هيبقى فيه اقل ما فيها فرص. سيبك من النتيجه، ان النتيجه ديت يا جماعه اهم حاجه قلنا نعمل اللي علينا 100%. ادي باور وادي عزيمه وادي اصرار، بين لجمهورك انك بتموت نفسك في الملعب. وبعد كده مكسب والهزيمه ديت حاجه وارده في اي كوره، في اي رياضه في الدنيا كلها وارد. لكن اهم ما في الموضوع ان انا ادي ال 100%. جمهور من ساعه ما دخل فيه الجون وهو عمال بيشحن ويشحن اللعيبه ويشحذ في الهمم ويشجع والعب بقى يا عم، خلي عندك دم. مفيش دم خالص عند اللعيبه، معظم اللعيبه كلها بلا استثناء، بلا استثناء زيرو. كل اللعيبه زيرو من اولهم الشناوي لاول لنهايه محمد شريف. كل اللعيبه زيرو، مفيش حد النهارده كان موجود على الاطلاق في ارض الملعب. كل اللعيبه بلا استثناء، مش استثنى منهم حد خالص. مش هتقول النهارده لا كان فلان ده هو اللي كان عنده روح، هو اللي كان مموت نفسه في الملعب. اللعيبه كلها زيرو. اولهم محمد الشناوي. محمد الشناوي قائد في الملعب بلا هويه خالص. اولا الجون حتى كمان يعني انا بشيله جزء كبير منه. الجون الاولاني، الجون الثاني لا يسأل عنه على الاطلاق. الجون الاولاني من محمد الشناوي. محمد الشناوي الكره اتلعبت ضربت في العارضه. هي اولا يعني سيبك من الحكم، التحكيم هنجيله تحكيم زفت من بدايه من الفاول اصلا. الفاول مش فاول خالص، ويعني لعيب فيستون مايلي لبس الحكم كده فاول ببلاش. يعني هو بيجري كده في وسط اللعيبه، محمد علي بن رمضان لمسه كده الهوا بس بتاع محمد علي بن رمضان، وقعه اداله فاول. طبعا احنا اتكلمنا في الجزئيه بتاعت ان الحكم اصلا على الله حكايته جاي عشان خاطر وعمول عليه بروبه جامده وعمول عليه لغط كبير، وان الحكم لا كان عليه قبل كده مشكله وبيراميدز اعترض، والاهلي طبعا برضه كان بيعترض عشان خاطر الضغوط اللي هيتحمل على الحكم دوت. الحكم يبقى جاي عايز طبعا يعني كان معاه حوار ومعاه مشكله قبل كده مع بيراميدز، فبيقول لك لا طالما الناس جايه كده انا يعني هميل على الاهلي شويه. فطبعا ما فيش حاجات مؤثره للدرجه اللي هي، ولكن يعني معظم الفاولات فاولات بلا معنى، حاجات كده بلا معنى، اوتات بلا معنى، حاجات كتير. ولكن سيبك من التحكيم ده خالص على جنب. احنا بنتكلم في الفرقه بلا عزيمه، بلا روح، بلا اصرار، بلا فرقه. اقسم لك بالله الفرقه بلا فرقه. احنا عايزين اللعيبه دلوقتي. اللعيبه بتاعت الاهلي ما حضرتش ارض الملعب اصلا. مش دي فرقه النادي الاهلي خالص. بقول لك التيشيرت لو فاضي مش هقول لك بقى يا جماعه من اصحابي ونروح نلعب ماتش وبتاع.
ماتش خماسي بنبقى بنلعب ماتش خماسي بيبقى فيه روح وبيبقى فيه دم، والناس بتبقى بتلعب كوره من قلبها وبتدافع عن نفسها. بالك انت بتلعب باسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي ده يا جماعه، يعني النادي الاهلي ده معروف عالميا، مش هقول لك بقى قاريا واعظم نادي في القاره، لا، النادي الاهلي معروف عالميا، له كيان، له كينونته، له التيشيرت ده له قيمته لوحده. والجمهور اللي بيشجع وراك ده اللي جاي سايب بيته وسايب اسرته وسايب مصالحه وجاي بيشجعك، اقل ما يبقى عندك شويه دم ويبقى عندك شويه غيره على التيشيرت بتاعك وعشان الجمهور اللي بيشجعك ده. اللعيبه بلا اي حاجه خالص. لعيبه بصراحه يعني كلهم مفروض مجلس الاداره يوقع اقصى عقوبات على اللعيبه النهارده عشان الاداء والروح. المدرب ده هنجيله في الاخر، المدرب ده اصلا يعني لا يفقه شيء عن اي شيء. كنا بندعمه بنقول عشان خاطر كاس العالم ولسه جاي جديد ولسه بيتحسس الامور ولسه مش فاهم الفرقه ولسه ما يعرفش التجانس. كان عندنا بعض التعليقات عليه فنيا، ولكن ختم بالماتش بتاع بورتو في الاخر. كان في نوعا ما اداء وكان في روح وكان في كوره وعدل الملعب، لكن دلوقتي خالص مفيش، ما تعرفش مين بيلعب فين ومين. انا امبارح كنا بنتكلم امبارح في المشاهد قبل المباراه، قلنا كل الجمل ديت، والنهارده اللي انا حذرت منه امبارح الناس ترجع للبرشام المباراه امبارح هتلاقي كل اللي انا قلته اتنفذ واللي حصل. وانا قلت وحذرت ان وليد الكارتي، قلت وليد الكارتي ده يا جماعه انا بتمنى اصلا ان هو كان يبقى موجود في النادي الاهلي. لعيب تكتيكيا والحركه بتاعته، لعيب بيسرق. بيراميدز ما عملش اي حاجه النهارده، هو سرق اللعبه اللي احنا اللي قلناها. وليد الكارتي بيسرق ورا فيستو مايلو حظنا مدافعين. وليد الكارتي جاب الجون منها الاولاني من ارتدت، وهو لعيب تكتيكيا يعني لعيب كبير. وليد الكارتي حط فينا الجون الاولاني من الشناوي طبعا بشايله جزء كبير من الهدف. الكوره راحت في القائم خلاص مش مشكله، هو نام وقع على الارض مش عايز يقوم، مش قادر يقوم. الشناوي يا جماعه تقل بقى، تقيل، الحركه بتاعته والديناميكيه بتاعت الحركه بتاعته تقيله جدا، يعني خلاص وقع على الارض مش قادر يقوم. المفروض الحارس المرمى خلاص انا وقعت والكره ارتدت تاني في سكند بول، انا المفروض اقوم والمكان في نفس الزاويه اللي انت نايم فيها يا شناوي. انت لو قمت خلاص انت الكره بقت جنب منك هتشيلها. الشناوي طبعا لسه على ما يفوق ان شاء الله باذن الله ويقوم من الغيبوبه اللي هو فيها، تكون الكره دخلت الجون. حرقوا دمنا النهارده، ولكن برضه تاني قررت نفس اللعبه تاني. محمد هاني بيه سايب وليد الكارتي والمدافعين الاثنين سرحانين، وليد الكارتي قطع في ظهرهم برضه اللي احنا حذرنا منه. وقلت امبارح وليد الكارتي، امال يا جماعه الجهاز الفني ده بيعمل ايه؟ ولا الناس الاجهزه المعاونه اللي معاه ومحللي الاداء دول بيعملوا ايه؟ انا فنطت الماتش امبارح وقلت يا جماعه مرارا وتكرارا هي الكوره دي بتتلعب بدل مره 2 و3 و4 بنفس الطريقه. جه منها كوره خطيره وليد الكارتي لم يحسن استغلالها وحطها للشناوي مشكورا. وقلنا يا جماعه يمكن ربنا ييسرها، خلاص اهو تاني نفس الكوره اتكررت. وليد الكارتي دخل المنطقه واقتحم ال 18 وحط الهدف الثاني. ولكن احنا بلا وجود، يعني ما كناش موفقين في بعض. الكوره مش ده النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي خالص يضربوا كوره ولا اتنين في الماتش. احنا ما كناش متوقعين كده خالص، متوقع ان الاهلي هيروح وهيبادر، ممكن تخسر ممكن تكسب، قلنا زي ما قلنا الكلام ده وارد، كل شيء في كره القدم، ولكن بالشكل المهين ده، بالشكل اللي ما فيش عندك اصلا شكل ولا هويه ولا يعني سيبك من المدرب ده، المدرب اعتبره اصلا مش موجود ميت. انا كلاعب النادي الاهلي وحفاظا على تيشيرت النادي الاهلي وعلى الجمهور ده انا ابقى بموت نفسي في الملعب، العب وادي مليار في المية في الملعب، اموت على الكوره. لكن احنا عمرنا ما شفنا لعيبه النادي الاهلي بالسوء ده وبالشكل ده. تحس ان اللعيبه مش هقول لك مجوش، لا اللعيبه اصلا تحس ان هم شاربين حاجه، اللعيبه مش قادره بدنيا، مش قادره. واتكلمنا وقلنا برضه يا جماعه عندنا مشكله كبيره بدنيا عند اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، بدنيا مفيش خالص، لا مش قادر اتحرك. محمد عبد الله مش قادر يجري، تريزيجيه مش قادر يجري، كذلك الامر من شرقي، كذلك كل اللعيبه بلا استثناء، محمد هاني، كريم فؤاد، كله بيعك، حتى اللي نازل تغيير مش قادر يجري. احمد نبيل كوكا ما يا جماعه ده ما يلعبش اصلا في المركز ده، مش هنيجي بقى على لعيب بعين، كل اللعيبه بلا استثناء. محمد طاهر اللي احنا عمالين نتكلم عليه من زمان، نازل بياخد الكوره يستلمها ويطلع بيها بره، ياخد يستلم بيها ويطلع بيها بره،
يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا ما اعرفش، اقسم بالله حاجه غريبه وعجيبه. مدير فني قاعد لي مش عارف بيلعب كوتشينه ولا بيعمل ايه مش عارف، مش موجود معانا. محمد يوسف بيه قاعد جنب منه. طب يا جماعه حد يتحرك، خلاص المغرب بتغرق، المركب بتغرق، حد يلحقها بقى، حد يقول، حد يعيد. لا اقعد انت على جنب بقى، خلاص الموضوع هرب مننا خالص. الجمهور قال له بقى غور في 60 داهيه. خلاص الجمهور تاني قال له غور يا عم ريبيرو، مفيش منه تاني. بحمل كل الاخطاء دي كلها لمجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي كان اختياره سيء، زي ما كنا بنشكر وبنشيد في اختيارات المديرين الفنيين قبل كده، الكولر والموسيماني. ادالنا الكريدت كله لمجلس الاداره، يبقى كابتن محمود خطيب هو المسؤول عن الكوره في النادي الاهلي، هو اللي يتحمل تبعات المدير الفني الفاشل اللي هو جابه ده. لان احنا ما شفناش منه اي حاجه خالص، ما شفناش كوره، ما شفناش حتى الماتش اللي فات. يعني بدأت كويس وكان في كوره، قلنا تريزيجيه مش معادلته، تريزيجيه اصلا مش في مستواه خالص على الاطلاق، محمل نفسه اكتر ما لا يطيق ومش موجود خالص. مش ده تريزيجيه ولا اي لاعب اصلا من اللعيبه النهارده كانت موجوده خالص، ولكن تريزيجيه من وقت ما جه من بعد ضربه الجزاء وهو تايه، مش موجود اصلا. تريزيجيه على الاطلاق مش موجود. يا جماعه مش كده خالص، مش كده خالص. احنا المركب غرقت، مفيش حد قادر يلحق المغرب، المركب اللي راحت خالص ديت. حاجه مصيبه وكارثه احنا فيها. مفيش حد قادر يلم، محدش عارف يلم الفرقه، محدش قادر يجمع الفرقه. يا جماعه احنا فكينا ليه؟ مفيش اللعيبه كلها كومباكت، بتتحرك كومباكت. مفيش اللعيبه كلها، كل واحد اللي في اليمين في اليمين واللي في الشمال في الشمال، وكل واحد فدان ارض بعيد عن اللاعب التاني. عشوائيه رهيبه، مش موجودين في الملعب. الجمهور يحمس ويقول مهما يقول اللعيبه تحس ان هي لا اسمع لا ارى لا اتكلم. قلنا التبعات ده بيتحمله مجلس الاداره، هو اللي يتحمله كليا. الراجل ريبيرو ده لازم يعني ما يبقاش موجود تاني في النادي الاهلي. خلاص المركب غرقت يا جماعه، مستنيين ايه تاني؟ انت مش هتلحق ان شاء الله باذن الله تجيب حد كويس. انا لو بلاعب عماد النحاس، لو قلت له اركن يا عم وقعدت عماد النحاس خلاص هيحل. قلنا الماتش اللي فات كان عندك كويس، انت بدات كويس وما عندك في بعض الحاجات في التشكيل، قلنا ماشي ولعبت وضيعته. جيت انت تدخلاتك انت الفنيه، كنت انت فين؟ كانت تدخلاتك انت الفنيه ككوتش من بره شايف الملعب. تدخلاتك هي اللي عجلت عليك المباراه اصلا، هي اللي بوظت لك المباراه، هي اللي طينت لك المباراه. انت بتطين، مش المفروض الكوتش يبقى قاعد يعمل حلول يضيف للفرقه، مش بيعجن الدنيا كلها. لا، المدير ده مدير فني عجان، مش موجود خالص على الاطلاق. ذهنيا، فكريا، تكتيكيا، بدنيا، اللعيبه مش موجودين خالص. فيعني كفايه كده مستر حنجره، يشوف له اي حاجه تانية يعملها. والمفروض مجلس الاداره يتحمل تبعات كل ده. واحنا جمهورنا الاهلي حاجه تحرق الدم والله. الواحد غيران على التيشيرت، اللعيبه اصلا كمان مش غيران على التيشيرت. يمكن تريزيجيه مستواه كان زي الزفت، ولكن الوحيد اللي كان نوعا ما بيحاول. كل الفرقه بلا استثناء كله بيعك، حاجه اسمها عك كروي، اقسم بالله عك كروي. مفيش كوره خالص، كله عجن مصباص زي ما انت عايز تقول. مش قادرين يتحركوا. اللعيبه بتاع بيراميدز بتضغط في كل حته في الملعب، ضغط ضغط ضغط. اتفرجوا يا جماعه على فرقه بيراميدز بتعمل ايه. اللعيبه بتاعتنا مش موجوده خالص. عندك احسن سكواد في افريقيا كلها، ولكن شكرا.